السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان، بنرحب بيكم في قناتنا وقناتكم ازرع مع النوش. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن اسرار نجاح زراعة النعناع. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي نزرع النعناع وعرفنا ان هو بيتزرع بكذا طريقة. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية، ان ازاي النعناع بتاعنا يكون زراعته يعني ناجحة معانا ويكون شكله دايما اخضر وجميل زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة. اول حاجه طبعا مش مع النعناع بس، مع كل النباتات اللي انا بزرعها لازم اختار تربه جيده الصرف والتهويه وتكون التربه خفيفه. تاني حاجه ان انا اخلي بالي طبعا من مواعيد الزراعه. احنا بنزرع النعناع طول فصول السنه ما عدا الايام اللي هي شديده البروده وشديده الحراره زي شهر 12 وشهر 1 وطبعا شهر 7 وشهر 8. بعد كده كمان ان انا النعناع بخلي بالي من البيئه المناسبه لزراعه النعناع، اللي هو النعناع بيحب الشمس جدا، فطبعا لازم يكون يتحط في مكان فيه شمس مباشره معظم اوقات اليوم. بعد كده نيجي لحته الري. النعناع طبعا من النباتات المحبة جدا للري، فعشان كده الناس كتير قوي بتشتكي لانها بتعطش النعناع وترجع تقول النعناع نموه ضعيف معايا. فالنعناع طبعا محتاج دايما التربة بتاعته تكون فيها رطوبة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، دايما فيها رطوبة. بعد كده ان انا بخلي بالي طبعا اجي اشوف النبات في اي اصابه، في اي حاجه، في حشائش مثلا، في نباتات او نموات ميته بشيلها وانضف النبات بتاعي على طول. ولو في اي حشائش ولا اي حاجه ضاره ان انا بشيلها عشان دي بتاخد الغذاء بتاع التربه اللي في التربه يعني، وبعد كده بتتغذى عليه هي والنعناع بيطلع معايا ضعيف. كمان بعد كده ان انا بعمل باجي بعد ما النعناع بيطول معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بعمل بقص النعناع علشان احفز النعناع ان هو يكبر معايا ودايما يزيد. يعني بقص منين بالظبط؟ بقص من على فوق هنا سطح التربه، يعني زي ما احنا كده شايفين مع بعض. هبدا اقص منين؟ من هنا اهو، هقص من هنا واشيل القص ده واجففه بقى، استخدمه ان انا اجففه وبعد كده استعمله علشان طبعا عندي فترة سكون في الشتاء اللي هو النعناع ما بيكونش النمو بتاعه بيقل يا اما بيقف خالص. وبعد كده بستخدم منه النعناع الجاف فترة الشتاء يعني. وبعد كده ان انا برضو حتى فترة الشتاء ان انا بخلي بالي وافضل اروي برضو النعناع بتاعي في المواعيد المناسبة بتاعته علشان بعد كده ان شاء الله في الربيع يجدد نموه تاني زي ما احنا كده شايفين مع بعض. والنموات دي اهي دي هتفضل بقى هتكبر وهتزيد معايا وهتكتر معايا وتخلي وتخلي القصيص ما شاء الله يعني يزيد. اللي باخده ده مش هرميه، انا هاخده وانضفه كويس واجففه وهستخدم منه في الاكل او في الشرب اللي انا اللي انا محتاجاه. الافضل طبعا ان احنا نستخدم المقص علشان زي ما احنا شايفين كده مع بعض، علشان علشان ممكن يطلع بالجذور بتاعته. فانا عايزه الجذور تفضل في التربه، انا عايزه بس اللي هي ان انا اقص الاوراق دي ويفضل معايا زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو، زي ما احنا كده شايفين. احنا كده قصينا اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. احنا كده بقى يبقى احنا دخلنا او احنا كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. والقصيص ده انا هسيبه علشان هديه هديه لحد، فانا سايباه زي ما هو كده. وفي اخر الفيديو بقى مش هقول لكم لايك ولا شير ولا سبسكرايب للقناه، هقول لكم بس ان انتوا تدعوا بالرحمه لبنت عمي سلمى الله يرحمها ويصبر باباها ووالدتها، وتدعوا لخالي الله يرحمه بالرحمه والمغفره. لعل وعسى ربنا يسخر لنا اي حد يدعي لنا بعد كده. وبشكركم طبعا ودمتم في امان الله، والسلام عليكم.